يا أهلا وسهلا فيكم من مطعم سهارة عبر بكرة تي في. رمضان مبارك إن شاء الله. السنة بيكون رمضان كريم، رمضان مميز. من خلال مطبخ سهارة رح نقدم لكم وجبات أكيد ستات البيوت رح تكون مرتاحة، ورح تلاقي شيء مميز، تلاقي وقت كمان إلها تأدي واجبات أخرى غير الطبخ. رمضان مش بس طبخ ونفخ، رمضان فيه طقوس كتير مختلفة، كتير مميزة، كتير علاقات، كتير توادد، كتير اجتماعات، كتير تواصل بيننا وبين أهلنا، بيننا وبين الناس اللي بيحبونا وبنحبهم. من خلال الحلقة هذه رايحين نقدم لكم وجبة مميزة لستات البيوت، بتكون سهلة ممتنعة، سهلة فيها طيبة، مش بس نعبي بطولنا، كمان نأدي أداء في فن، في متعة، وبنفس الوقت كمان ناكل ونتهنى، كمان البطن له حق علينا. نبدأ في المقادير تبع الوجبة. خلينا نحكي في المقادير الأول. اليوم رح يكون مسمى الوجبة تبعنا هو دجاج بالزرب. دجاج المدفونة اللي بتميز فيه المطعم تبعنا هو عبارة عن دجاجة واحدة تقريبا وزنها لكيلو، كيلو 120، كيلو 130 جرام. ست البيت ممكن تكون أنصح حسب عدد أفراد الأسرة تبعها، ممكن تحط دجاجة أو دجاجتين حسب الاستهلاك، بس يفضل التقنين دائما لأنه العين دائما هي اللي بتاكل، فعشان هيك خلينا نكون دائما نقتصد في طعامنا. المواد الأولية للوجبة هذه راح تكون هي عبارة عن، أول شيء خلينا نحكي على الدجاج. لهيك احنا بنقول لستات البيوت بالنسبة للدجاج انه المفروض يغلف بمنتج سانو سوشي اللي هو نايلون التغليف. نايلون التغليف هو مادة سليولوزية، يعني مادة لاصقة بتحمي من الهواء. الهواء مهم جدا ما يدخل على أي مادة بنغلفها. خلينا نعمل إعادة على أساس ست البيت تعرف كيف تغلف، حتى لو عندها كان زاد أكل أو بقايا، خلينا نقول بكل بساطة أساس ما يصير في هناك تجانس أطعمة في البراد بكل سهولة. ايوه ست البيت بتغلف، لو عندها مطبقيات او عندها سفرطسات بتضبهم في البراد بهذا الشكل بتغلف. هذا المنتج كثير سهل على ست البيت واقتصادي كمان. ليش؟ لانه عاملين لنا هم مسافه او مساحه اساس ما نستهلك. نبدا في الدجاج هلا. المواد الاوليه تبعنا اللي هو دجاجه زي ما قلنا كيلو 200، كيلو 300، دجاجتين 3 4 حسب عدد الاشخاص. كل شخص بيستهلك تقريبا من ربع دجاجه لنص دجاجه حسب سعته. برمضان لازم نقنن نختصر. هلا بنروح على الاضافات. انا مجهز عندي هون ست البيت، انا مش كل ست بيت عندها زرب او عندها مدفونه، فممكن هي تستفيد من هاي الوجبه تاكلها مدخنه بس بطريقه بالمكونات الموجوده عندها في البيت، يعني بالادوات تبعها. عندي راس بصل، عندي حبة بطاطا، حبة كوسة، حبة بندورة، راس توم. شو في عندها خضار ست البيت تجتهد، يعني مش كثير تدق على المقادير اللي بعطيها اياها. هي تطلق العنان بسموه لمشاعرها، شو بتحب هي تستخدم. هذا الخيار مفتوح بالنسبة لها. أنا راح أستخدم دجاجة أنا غسلها. كيف غسلت الدجاجة؟ مهم جدا أجيب شوية ملح، أملح الدجاجة، أتركها ربع ساعة على مصفاية على اساس اعمل يسموه طرد، يعني طرد اسموزي. استخدم المواد يعني العضويه في تنظيف الدجاج. الزنخه في الدجاجه موجوده بالاعصاب وموجوده بالمفاصل، اللي بيطرد هذا الزنخه اللي هي الملحه يسموه اسموزيا. كيف احنا نخلص الدجاجه من كل الزفره اللي فيها؟ من خلال الملح. كيف بنملح البتنجاجه عشان نخلص المي منها؟ نفس الوقت بنملح الدجاجه. هاي الدجاجة تبعنا نحط لنا سن توم معها للنكهة. أنا حطيتهم بسيخ، ممكن ست البيت ما تحطش بسيخ، تعمل بهذا الشكل بكل بساطة. البهارات
اللي انا بستخدمها ممكن عندي فاصوليا، ممكن عندي خضروات الموسم استفيد منها. ايش ما يكون عندي انا من خضروات ممكن استخدم. ممكن عندي قرع عسلي، المهم يكون خضروات موسميه ومتوفره عندي. البروكلي، الفطر، كثير اشياء ممكن استخدم في هذا الطبق، لانه انا بدي اخذ الطعم فيه هي المدخن. ممكن كمان زي ما قلنا اعمله في البيت بالفرن. استخدم بهار، نوع معين من البهار انا بحب استخدمه، اللي هو البابريكا الحمراء، عشان الون الدجاجه. بعدين اعطيها شويه ملحه صغيره، ما ببالغ في الملح لانه اصلا انا ملحت وغسلت بالملح. الفلفل الاسود مهم يكون مجروش مش ناعم، على اساس ما يلون يعطيني لون سواد. المجروش مهم جدا لانه الزيوت موجوده فيه. مهم دائما زي ما نقول ستات البيوت، الزيوت نستخدمها اللي هي زيوت يعني عاشق ومعشوق، زيت الزيتون مع زيت الذرة، على اساس انه احنا نحافظ على درجه حراره زيت الزيتون ما يتهدرج ما ينحرق. لهيك انا سيد المائده عندي في المطعم هو زيت الزيتون، بستخدمه بغزاره، قلبي قوي بخافش منه. وكمان بستخدم عندي زيت الذرة زي ما قلنا. بالنسبه لزيت انطوان شقحه، هذا الزيت طبعا زي ما قلنا خفيف، يعني المادة تبعه خفيف وزيت نقي. مهم جدا نضيف كمية مش كثيرة، كمية قليلة، لأنه احنا بنعمل الدجاج أصلا عندنا كمية الدهون فيه عالية. وست البيت طبعا بتبلش تدغدغ الدجاج، الدغدغ بدناش ندك هدك على اساس ما نخسر الجلد اللي عليها. مهم لأنه هذا الجلد اللي بده يعطينا اللون الشلبي. بندغدغها الدغدغ. ستات البيوت مرات بيعجنوها عجن، بيدعكوها دعك. لا، احنا بدنا نتعامل مع الاكل بمحبه زي ما بقولوا. كيف ست البيت تتعامل مع الطفل الصغير، والدجاجه كمان زي الطفل. الاكل محبه، ما هو اصلا مش بس طبخ ونفخ هو محبه، هو شيء من طعم اولادنا، من طعم ستاتنا، من طعم خواتنا، من طعم عماتنا، من طعم ضيوفنا اصدقائنا. هو محبه. اذا ما اشتغلنا بمحبه مش رح يزبط الاكل. اسم الله عليها. هلا الميزه عندنا هون احنا انه بدنا نضيف التيست، الطعمه يعني الطعمه المميزه اللي هي بريجات، منتج بريجات. الناس تستغرب، دجاج بالعصائر، دجاج بالليمون، دجاج بالاورنج. مهم الابيض دائما بده اورنج، بده شيء يفتحه، يعني شيء يشهيه. البردقان كثير لطيف للدجاج، اللحم الابيض نستخدمه. حتى لكثير اللحوم البيضاء بيستخدموا الدجاج او صلصه الدجاج. انا حبيت استخدم هذا المنتج شهي. طبعا رمضان زي ما قلنا رمضان مبارك، ان شاء الله دائما بنشوفه على السفره بارد مسقع السخن، كاسات حلوه شفافه. ما نقدمه طبعا يعني بالعبوه، نقدمه البرزنتيشن مهم جدا، حتى لتحفز ست البيت اولادها يشربوا. لازم تقدم لهم بكاسات شلبيه زيهم زي الضيوف. لازم يستفيدوا من الكاسات اللي حاطتهم في النمليه وحاطتهم بالبوفيه مخزنتهم لضيوفها. ما احنا كمان بدنا نتمتع فيهم. خلي ست البيت خلي ست البيت تتألق في هذا الشهر. ناخذ شويه صغيره، بقوي قلبي انا. يعني مرات ستات البيوت بتجيب طقم فناجين حلو تبع قهوه وبتخليه 4-5 سنين محطوط بالنمليه او بالبوفيه. طب اسقونا مره فيه، بتكون زاكي القهوه. ما احنا كمان يعني نفسنا نتمتع. مش غلط هذا الحكي. خلي ست البيت يعني تطلق الملكات تبعها، على اساس ان احنا دائما يعني بعرفش ستات البيوت عندهم مشكله كبيره. مشكله انه هي لازم تكون دائما مركز الاستقطاب في كل شيء، حتى في ادوات بسيطه لازم تكون مركز الاستقطاب. هيك الدجاجه عندي صارت تقريبا جاهزه. زي ما قلت انا الميزه عندي انه انا هون بسهاره لما بدخلها على الزرب ممكن ست البيت. الازاز في ميزه مهمه جدا، هو موصل للحراره مثل النحاس. الالمنيو بارد، لكن الزجاج مهم جدا لانه بوصل حراره. انا بدي قلب الدجاجه
يتفتح، ما يكون في زنخة، بدي يدخل الحرارة جواه بطريقة متوازنة بهذا الشكل. ممكن ست البيت تعمل هيك، تجيب الدجاجة بأي قنينة فاضية عندها نظيفة طبعا، غسليتها ما يكون عليها أي من الشوائب، وتقعد الدجاجة عليها هيك. طبعا هذه الدجاجة الطريقة النابلسية، الطريقة الشامية، طريقة في بيروت بيعدوها كل البلاد، حتى في بغداد، حتى في يعني مطبخ بلاد الشام بيستخدموا الزجاج، لأنه الزجاج هو من المواد الأولية بعد الفخار. إجا في الطهي، أدوات الطهي الأولى اللي اكتشفها البشر الفخار، بعدين الزجاج. بهذا الشكل بقعدها، الله واسم الله، لأنه كمان عندي عرض حلو. وبعدين بستخدم كمان زي ما قلنا من منتجات هانوس بار. كمان بنستخدم ست البيت ممكن تستخدم صينية الفويل أو صينية الألمنيوم لا تعد أو تخبز الوجبة تبعها بهذا الشكل. بقولوا ليش الأزاز؟ الأزاز بوصل حرارة كويسة، في رطوبة ما بينكسر، بوصل حرارة، كل الدجاجة بتاخذ حرارة متوازنة. زي ما قال الخوارزمي، السعادة، ايش السعادة؟ هي حاصل ضرب التوازن بين الأشياء، حاصل ضرب التوازن بين الأشياء. كل شيء الطهي أو الطبخ انطارة، لازم نصبر نطول بالنا، بعدين بصير عندنا طبخ. مش ضروري يكون عندنا أدوات كتير مهمة. ومباشرة بنحط الخضار اللي موجودة عندنا. هون أنا اجتهدت لأنه أنا بالموسم، موسم ورق العنب، ورق الدوالي أو ورق العريش، بدي بقدر أغلفها كمان أنا بورق الفويل أو ورق السيلفر، بس طالما أنا ممكن أجتهد لأنه في عندي موسم هدية من ربنا، في عندي طعمة فيها حموضة وطبيعية، بدي أسوي هيك كيف كانوا يعملوا جداتنا وحجاتنا. غطيها بهذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الشكل، صار عندي طعمة هدية. وبعدين باجي شوي صغيرة من زيت الزيتون، ممكن أزيد الكمية زي ما قلنا، كمية الدجاج وكمية الخضرة. إذا بدنا 4 5 حبات بطاطس، جزر ممكن أزيد، إيش موجود عندي خضار بسموها الجذور ممكن أضيفها على أساس تصمر. ست البيت تجتهد، تيجي بتعمل برشة ليمون، بدها تتشاطر تتذاكى على جوزها آخر الليل، برضه بتعمل برشة بردقان. صار عندنا إشي فواح، استخدمنا أدوات الطبيعة وهدايا الطبيعة. هذا هو مطبخ سهارة بكل بساطة. هلا بدنا نروح على الزرب، ندخل الدجاجة تبعنا وبنرجع لكم بعد ما الدجاجة تستوي. هيك صار طبقنا جاهز. دجاج بالزرب محمر مستوي. طبعا الاضافات زي ما قلنا الارز البسمتي من طبعا الارز المميز زي ما قلنا ارز حمودي. هذا الطبق طبعا المفروض نعمل له شويه اضافات زي ما قلنا. بعد ما طلع من الزرب او طلع من الفرن، عصرة ليمون ست البيت تعطيه بهذا الشكل. ممكن نضيف له شوية من المكسرات حسب المتوفر عندها. هيك بكون طبقنا جاهز. ونتمنى لكم إفطار شهي وصيام مقبول بإذن الله.